أكتر الأسئلة الأمهات بتسألها وقت التسنين مع الطفل، وهي إن إمتى الطفل مفروض يسنن. طب إمتى يكون اتأخر ومفروض أروح للدكتور وما استناش أكتر من كده؟ طب هو أنا ينفع أخفف من أعراض التسنين المزعجة مع الطفل؟ وإيه هي الأكلات اللي فعلا لازم تديها لطفلك علشان تساعدي جسمه في التسنين ويسنن بدري ما يتأخرش؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم صحة وكمان في احسن حال. النهاردة ان شاء الله موضوع مهم قوي 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 للامهات اللي لسه اطفالها بيسننوا او لسه ما سننوش، فبيبقوا عايزين يعرفوا اجابة الاسئلة دي علشان بيسألوا نفسهم كتير: انا طفلي لسه ما سننش، انا ازاي ساكتة؟ المفروض اروح للدكتور ولا استنى؟ طيب انا طفلي بيسنن بس طول اليوم عياط وزن، عايزة اخفف معاه من الاعراض المزعجة اللي هو بيحس بيها. طيب هو وقت التسنين ايه الاكلات اللي انا مفروض اديهاله علشان جسمه يبقى قادر ان هو يسنن وما يتأخرش في التسنين؟ تعالوا نجاوب على كل الاسئلة دي، بس اهم حاجة يا ريت تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديو اللي انا بنزله ليكي ولصحتك وكمان لجنينك وكمان لطفلك، ويا ريت كمان تحطي لي لايك منك يا احلى مامي. ويلا نبدأ. أول سؤال معايا وهو أشهر سؤال في فترة التسنين: إمتى مفروض طفلي يسنن؟ وإمتى أعرف إن هو اتأخر وأبدأ إن أنا أروح للدكتور؟ أنا طفل جارتي كان عنده 10 شهور وسنن، أنا مثلا طفل أختي كان عنده 5 شهور 6 شهور وسنن، فأنا مش عارفة يعني امتى فعلا طفل يسنن. هقولك هي فترة مفتوحة من امتى؟ من أول 4 شهور، يعني طفلك بعد ما يتم 4 شهور لغاية سنة و3 شهور. يعني شفتي شهور قد ايه؟ الشهور دي مفروض الطفل بيسنن فيها. يعني ممكن يسنن من 6 شهور، ممكن من 10 شهور، ممكن من سنة وشهر، سنة وشهرين، مفيش أي مشكلة في الفترة دي. الفترة دي كلها طبيعية. من بعد ما يتم 4 شهور في طفل بيبدأ أعراض التسنين معاه تظهر، وأول سنة تبدأ تشق معاه من هو عنده 5 شهور. ده طبيعي، مفيش مشكلة، ما تقلقيش وتقولي الطفل ايه ده، هو سنن بدري قوي ليه كده؟ ده كده غلط عليه وعلى صحته. لا لا، ما تقلقيش. من بعد ما يتم 4 شهور لغاية سنة و3 شهور ده الوقت الطبيعي اللي طفلك مفروض يسنن فيه. طيب انا طفلي سنة وشهرين، سنة و3 شهور وما سننش، هنا بقى تبدأي ان انتي تاخدي احتياطاتك وتروحي بقى للدكتور. ممكن يطلب منك مثلا تحليل كالسيوم، ممكن هو هيفحص الطفل ويشوف هل هو متأخر ولا هيصبر معاه شوية، هيزود له جرعة الفيتامين د ويزود له كالسيوم ولا لأ. كل ده هيشوفه أثناء الفحص. بس الفحص لازم يكون امتى؟ يعني يستحسن ان الطفل يكون كبر شوية، يعني سنة وشهرين، سنة و3 شهور، روحي للدكتور. طيب ده كده قلنا الوقت الطبيعي. يعني لو حد قالك طفلك عنده 10 شهور ولسه مسننش، لازم تعرفي ان ده الوقت الطبيعي وعادي خالص، ممكن يسنن سنة وشهر، سنة وشهرين، مفيش مشكلة. طيب انا بقى طفلي بيسنن طول اليوم عياط وزن، وبيعض في ايده وبصوابعه في اي حاجة قصاده، عايز ان هو يحطها في بقه ويعض عليها. ليه؟ علشان اعراض التسنين المزعجة معاه. انا بقى بيتعبني، عايزة ان انا اخفف عليه الالم دي، وكمان انا ارتاح، ما هو طول اليوم ماسك فيا وزن وعياط. انا بقى اخفف من الاعراض دي ازاي؟ اول حاجة لازم تشتري للطفل عضادة سيليكون. العضادات السيليكون اللي هي بتكون من جواها مادة سائلة زي الجل، دي مهمة قوي قوي في فترة التسنين. بس اهم حاجة لما بتجيبيها طبعا بتغسليها كويس وتعقميها كويس، بتسيبيها قبل ما تديها لطفلك 10 دقايق في التلاجة علشان تسقع. فريزر لأ، في التلاجة. ليه فريزر لأ؟ لان ممكن يحصل حساسية في لثة الطفل، ممكن الطفل وهو بياخدها يبدأ ان زوره يوجعه عشان ساقعة جدا متلجة. فانت يستحسن انك تسقعيها حلو في التلاجة، ده يفضل. طيب يبقى عندك اول حاجة العضادة السيليكون، متوفرة في اي صيدلية او محل مستلزمات الاطفال هتلاقيها موجودة، بتخفف جدا من الم اللثة والتسنين. طيب تاني حاجة العضادة الفواكه، برضو عضادة الفواكه ممتازة جدا في ان هي تهدي اللثة، وفي نفس الوقت ان الطفل هيبدأ ان هو ياكل منها الفواكه. بس اهم حاجة بتكوني طبعا جربتي نوع الفاكهة ده للطفل 3 ايام وتأكدتي ان مفيش حساسية، وتبدأي ان انتي تبدأي تحطها له في العضادة. طيب برضو يستحسن ان احنا نسيب العضادة وقت كافي في التلاجة علشان الفاكهة تكون ساقعة والعضادة تكون ساقعة، فالطفل الاول ما يبدأ ان هو يعض عليها اللثة من السقوعية دي هيبدأ ان هي الألم يخف معاه شوية. طيب تالت نقطة خيار ساقع، بس يكون اهم حاجة الطفل وصل ان ياكل طعام اصابع، يعني
وصل مثلا تم 9 شهور او 10 شهور، وبدأت معاه بالأكل الأصابع زي الخيار الأصابع، البطاطس الأصابع، خلاص بدأ ان هو ياكل أكل أصابع، اديله الخيار، قطعيه 4، وابدأي ان انتي تكوني حاطاه في التلاجة وساقع كويس قوي كده واديه للطفل. هيبدأ ان هو يعضعض فيه كده، وفي نفس الوقت هياكل منه، بس كل ما هيعضعض والخيار ساقع هيهدي معاه من ألم اللثة. طيب عندك خامس نقطة، هي خافض الحرارة مسكن الآلام ستال. ده برضو حلو قوي، ممكن نديه بس للطفل لما نحس ان الألم معاه مزعج قوي، يعني الطفل طول اليوم بيعيط، اديتيله العضادة مفيش برضو هدوء خالص، اديتيله خيار ساقع برضو مفيش اي ألم بيخف معاه. فممكن تديهوله مرة او مرتين في اليوم، مش لازم كل 6 ساعات، احنا بندي كل 6 ساعات بس لما بيكون حرارة الطفل مرتفعة. لكن هتديهوله كمسكن كل مرة أو 2 في اليوم، 2 نقطة لكل كيلو، يعني لو طفلك 6 كيلو يبقى هتديله 12 نقطة. تمام. طيب آخر نقطة بقى، وهي إنك تغسلي إيدك كويس. تمام. وبعد كده ممكن تغسليها بمية ساقعة كويس، وبعد كده تبدأي تمشي بصباعك على اللثة وتدلكي اللثة للطفل، وبالذات المكان اللي هو منفوخ فيه الضرس اللي عايز يطلع أو السنة اللي عايزة تطلع، علشان كل ما هتدلكيها الألم ونوبات الألم للطفل هتقل وهتهدى، فهو بالتالي هيهدى معاكي شوية ويحس براحة شوية. طيب يبقى احنا قلنا 5 نقط. أول واحدة عضادة السيليكون أو عضادة الفواكه. تالت نقطة وهي الخيار الساقع نقطعه أصابع ونقدمه للطفل. رابع نقطة وهو مسكن الآلام ستال 2 نقطة لكل كيلو. وآخر نقطة إن احنا بنغسل إيدينا كويس وندلك اللثة ومكان السنة اللي بتطلع للطفل. تالت سؤال ومهم قوي، هو انا ينفع ادي الطفل اكلات تساعده على التسنين، يعني تخلي جسمه فعلا قادر ان هو يسنن في ميعاده الطبيعي ويسنن بسرعة، التسنين ما يتأخرش؟ طبعا. جسم طفلك محتاج لنسبة كبيرة من الكالسيوم في وجباته اليومية. ليه؟ علشان التطور الحركي ما يتأخرش معاه، يعني يبدأ ان هو يقعد كويس، يبدأ ان هو مثلا يقف مسنود، بعد كده يقف لوحده، يبدأ ان هو ياخد خطوات معاكي. التطورات الحركية دي كلها بتحصل من نمو العضلات مع الطفل. ده طبعا بيحصل لما بتكوني بتقدمي للطفل وجبات فيها كالسيوم وكمان فيتامين د. طيب عندك كمان التسنين بيكون محتاج كالسيوم وفيتامين د، علشان كده هقولك العناصر المسموحة للطفل، وهقولك كمان مسموحة من امتى. بعد السمسم عندك الزبادي. الزبادي برضو مهم قوي قوي للطفل، بس يكون تم 6 شهور، وتجيبيه كامل الدسم، ويكون مبستر ويكون سادة. يعني في زبادي بيكون بره بيتباع فيه فاكهة او فيه سكر، ده ممنوع للطفل مادام لسه ما تمش سنة. بتجيبيه سادة، وانتي بقى تضيفي في البيت سمسم مطحون، مكسرات مطحونة، فواكه مهروسة، اي حاجة في البيت عندك تقدري تضيفيها. طيب عندك كمان الجبنة القريش. الجبنة القريش عنصر من الكالسيوم المفيد قوي للطفل، وكمان احسن من الجبن التانية اللي هي بتكون غنية بالدهون النباتية، دي بتضر جدا بصحة وكوليسترول طفلك، علشان كده قدميله الجبنة القريش، حلوة جدا ومفيدة ليه في فترة التسنين. طيب عايزة تحلي جبنة القريش تحليها علشان في أطفال شوية بترفض طعمها، ممكن تضيفي عليها حاجات تانية زي البنجر، ممكن تسلقيه وتطحنيه وحطيه عليها سمسم مطحون، مثلا طماطم اطحنيها وخدي المية بتاعتها بس بدون بذر حطيها عليها. الحاجات دي شوية بتخلي طعم الجبنة القريش أحلى. عندك كمان اللبن. اللبن عنصر غني جدا بالكالسيوم للطفل، بس ده لما يكون طفلك تم سنة، ممنوع للطفل اللبن قبل ما يكون تم سنة. طيب عندك ايه كمان؟ البيض. البيض حلو قوي قوي في التسنين والتطورات الحركية، وكمان في تطور الكلام مع الطفل. عندك البيض مسموح من بعد ما يتم 6 شهور، بتجربي الصفار الأول 3 أيام مفيش حساسية، بعد كده بتجربي البياض برضو 3 أيام مفيش حساسية، بعد كده يقدر ياخد البيضة كلها ميكس مع بعض مفيش مشكلة. طيب عندك كمان نوع من البروتين الحلو جدا بالكالسيوم وفيتامين د، سمك السردين. سمك السردين مسموح للطفل من بعد ما يتم 6 شهور، بس ما يكونش مقلي، علشان الزيوت طبعا المهدرجة والنباتية للطفل غلط. فياريت يا اما تسلقيه او تشويه او تحطيه في الفرن، في الفرن يكون يفضل، علشان الطفل ياخده ويكون وجبة مشبعة في نفس الوقت صحية جدا ليه. طيب عندك بقى حاجة تانية، وهي جرعة وقائية من فيتامين د، لازم تكوني بتديها لطفلك 4 نقط يوميا لو هو لسه من أول يوم لغاية سنة، لو هو من عمر سنة لسنتين 6 نقط.
وبنعرض الطفل لأشعة الشمس ربع ساعة يوميا بس بعد ما يكون تم 4 شهور. أشعة الشمس للطفل بتصنع فيتامين د في جسمه، بالتالي هتخلي معاه التطورات الحركية تحصل كويس وما تتأخرش، التسنين كمان يحصل معاه في ميعاده وما يتأخرش. يا رب يكون فيديو أفادكم وتكونوا استفدتوا منه بمعلومات لفترة التسنين لابنكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطولي لايك منكم، وشكرا للمتابعة. باي باي.